السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. هنعمل النهاردة مع بعض كحك العيد بطريقة سهلة جدا، ودي أسهل طريقة وأضمن طريقة تعملي بيها كحك العيد على ضمانتي. يلا بينا نشوف المقادير. أول حاجة معايا الدقيق اللي أنا هستخدمه يكون دقيق متعدد الاستخدامات، يكون نوع كويس علشان هنعمل الكحك بتاعنا. ده بيفرق في النتيجة النهائية في الكحك. بعد ما أجيب الدقيق بتاعي الكويس هعمل إيه؟ هنخله. بعد ما نخله هنشوف بقى باقي المقادير. هيكون عندي السمن. هو عادة الكيلو الدقيق بياخد نص كيلو سمن، وانا هسيب لكم مقادير كيلو الكحك بالطريقه والمقادير المعياريه في صندوق الوصف تحت الفيديو. بعد كده زي ما قلت لكم السمن بتاعي هيكون مقدوح، يعني مسخناه جدا على النار. بعد كده معايا بيكنج باودر، معايا الخميره، معايا السمسم، معايا لبن، ومعايا سكر بودر. لازم يكون السكر بتاع اللي انا هستخدمه في الكحك يكون سكر بودر او سكر مطحون. ومعايا فانيليا، ومعايا ريحة الكحك، ومعايا الملبن والسمسم اللي انا هستخدمه في الحشو. ممكن تستخدموا حشو اللي هو التمر او العجوة، بيكون حلو جدا. ده السمن بتاعي بعد ما قدحته، وهتلاحظوا ان الكمية يعني السمن كتير لان احنا عاملين كمية مش كيلو واحد. طبعا انا عاملاه بمساعدة امي، ربنا يبارك فيها ويديها الصحة يا رب. وده طبعا الطريقه دي مضمونه، دي طريقه على طريقه زمان، على طريقه امهاتنا، الطريقه الجميله. الريحه بتاعتها بتكون تحفه، نجاحها بيكون مضمون 100% زي ما هوريكم دلوقتي في الفيديو. بعد جبت الدقيق بتاعي بعد ما نخلته، هحط عليه ايه؟ السكر البودر. ضيفي بقى الروايح اللي عندك، ريحه الكحك والحاجات دي طبعا بنجيبها من عند العطار، ريحه الكحك معروفه جدا. وبحط الفانيليا زي ما انتم شايفين معايا في الفيديو. ركزوا عشان مفيش اي حاجه تفوتكم، لو اي سؤال اكتبوا لي تحت في التعليقات. ده اللبن الدافي، هضيف فيه الخميره وهضيف فيه ملعقه كبيره من السكر، وهدوبها في اللبن واسيبها بقى لحد ما الخميره تتفاعل مع اللبن والسكر. ولما تتفاعل لازم تعملي الخطوه دي بعيد عن الدقيق علشان تشوفي الخميره بتاعتك شغاله ولا لا. طبعا الخميره الجيده اللي شغاله سر من اسرار نجاح الكحك. وكمان معايا هنا السمسم. السمسم ده متحمص، انا جايباه متحمص جاهز. لو السمسم بتاعك مش متحمص وانت بتقدحي السمن هتضيفي السمسم اللي مش متحمص، هيتحمص مع السمن وتضيفوهم مع بعض على الدقيق. فانا هنا مش محتاجه ان انا احمص، هو اوريدي متحمص. فقلبت، حطيت السمسم بتاعي كده مع الدقيق والسكر البودر وريحه الكحك، وقلبتهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده قبل ما اضيف السمن. مهم جدا تخلطي كل المكونات وانت بتشتغلي كويس جدا. بعد كده هضيف السمن بتاعي، هضيف شويه بشويه، هضيف شويه واقلب، وبعد كده اضيف شويه واقلب، ولحد ما الكميه كلها تخلص مع الدقيق بتاعي. وفي هنا خطوه مهمه جدا جدا، دي السر بقى، السر الكبير من اسرار الكحك اللي هيطلع معاكي في الاخر دايب كده وهش وجميل. ايه هو السر ده؟ ان انت تفركي الدقيق مع السمن كويس جدا. مفيش ذره دقيق الا وتكون فيها سمن، يعني اسمها ايه؟ عمليه البس كده. تفضلي تبس كده الدقيق مع السمن كده على طول، ما تزهقيش. ب10 دقايق، ربع ساعه، زي ما يجيب معاكي. المهمه زي ما هوريكي في الاخر شكل الدقيق او عجينه الكحك بعد ما احنا بسيناها بالسمنه بقت شكلها عامل ازاي. شايفين هنا الطبقه اللي حاصله دي على وش اللبن، دي معناها ان الخميره بتاعتنا نشطه وشغاله جدا. هنا العجينه زي ما انتم شايفين كده مش العجينه المثاليه للكحك. ايه المشكله هنا؟ انها هنا ناقصه يعني شويه سوائل. ممكن تضيفي سمن او تضيفي شويه قليلين جدا من الميه، يعني اوعي تزودي لبن كتير او ميه كتير، لان ده هو اللي بيخلي الكحك بتاعك ينشف. فلو لقيتي الكحك بتاعك كده لسه مش متماسك ومش طري، هتضيفي شويه ميه قليلين جدا جدا، وتفضلي بقى تبس تاني وتعمليها تاني لحد ما تفضل متماسكه معاكي وتكون طريه بالشكل ده، وما تضغطي عليها ما تكونش مشققه. ركزي معايا لان كل خطوه وكل حاجه صغيره في الفيديو او في عمل الكحك بتفرق جدا في النتيجه النهائيه. خلاص كده بعد ما انا ضفت كل المكونات بتاعتي وضفت الخميره وقلبتها، هسيب بقى هغطيها زي ما انتوا شفتوا كده، واسيبها بقى على جنب لحد ما تخمر، وتخمر ساعه ساعتين زي ما تخمر براحتها، لان حاليا الجو برد. تعالوا بقى نعمل الحشوه. الحشوه بتاعتنا عباره عن ملبن، وضفت له السمسم، وضفت له السمن. طبعا لو انت هتستخدمي سمن بلدي يكون افضل وافضل، وطبعا بيفرق طبعا في الريحه والطعم وكل حاجه. وبعد ما عجنت الملبن كده مع السمن والسمسم،
هنسيبها بقى وهناخد منها حته صغيره كده واحنا بنشكل الكحك. شايفين بوريكي عجينه الكحك ناجحه ازاي. باخد طبعا بكورها كلها كور متساويه، واخد حته كده وافتحها من النص، وبعد كده اقفلها كويس علشان ما تتحرقش مني في الفرن. وباي بقى تشكيل عندك، اي شكل هتبداي تشكلي الكحك اللي عندك زي ما انت شايفه كده ويترص في الصواني. وعلى فكره مثلا لو انت ما عندكش مثلا مكان كبير ترص فيه كميه الكحك، لو هتعملي كميه بالشكل ده ممكن ترصي على صينيه كبيره وتنقلي بقى في الصينيه الصغيره اللي انت هتدخليها الفرن. ينفع الكحك من الحاجات اللي ينفع بعد ما احنا شكلناها وسبناها شويه ان احنا ننقلها بايدينا كده على الصينيه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. حاجه يعني كده كل سنه وانتم طيبين، حاجه تحفه تحفه يا بنات. اتمنى تجربوا الطريقه دي وتعملوها. انا مش بجيب لكم الا الطريقه اللي احنا جربناها وعملناها وطلعت معانا ناجحه. تعالوا بقى بعد ما شكلنا وخلصنا بقى السر الاخير بقى الجوهري هو الفرن. الفرن بتاعك لازم يكون ساخن. الكحك بتخبز على درجه حراره 180 وعلى الرف الاوسط، وتكوني قاعده جنبه مخليه بالك منه لان هو طبعا بيستوي كتير، فيه سمن فيه سكر، فهتلاقيه استوى بسرعه عشان ما يتحرقش منك. وهو دي التسويه بتاعه الكحك. ولما تطلعي الصينيه من الفرن هتسيب الصينيه تهدى شويه قبل ما تحركيها او تحركي الكحكايه من الصينيه علشان وانت بتشتريها من الصينيه ما تتكسرش منك. وبكده خلاص يكون الفيديو بتاعنا انتهى. هي دي طريقه عمل الكحك. هسيب لكم كل حاجه مكتوبه تحت الفيديو في صندوق الوصف، وما تنسوش تضغطوا على زر اعجبني للفيديو ده وتشاركوني ارائكم وتعليقاتكم وتشاركوا الفيديو ده مع اصحابكم. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.